اخواتي صحابي وحشتوني قوي. النهارده هنعمل مع بعض فراخ. نضفناها وعصرنا عليها ليمون، ظبطناها بقت ريحتها تحفه. جايبين بصل قطعناه بالطريقه دي، وليمون، توم مش مفروم، متقطع مكعبات كده، فلفل اخضر. الناس اللي مش بتحب الحاجه الحراقه ما تحطش فلفل اخضر. معانا التوابل. هنعمل مع بعض دلوقتي، هندعك البصل بالفراخ والثوم والليمون والفلفل. طبعا مش هنحط التوابل غير في الاخر زي ما اتفقنا عشان ما تمررش الاكل. هرجع معاكم تاني. نفضي البصل معانا كده، بسم الله. خلاص الليمون ده احنا غسلنا بالفراخ. طبعا انا بزود البصل ليه؟ لان اول ما بيتحط على النار بيبتدي بيدبل. هنعمل ايه بقى؟ هنجيب الصينيه او الحاجه اللي احنا هنعمل فيها او الطاسه او كده، وهنحط فيها معلقتين مكعبين زبده ومعلقه زيت، وهنبتدي نشوح الكلام ده كله في بعضه الاول. وبعد كده نخلي اخر حاجه ننزل عليها بالثوم. الثوم بيدي طعم وبيدي ريحه جميله قوي. الفلفل الاخضر، الناس اللي ما بتحبش الحاجه الحراقه تبدلها بفلفل رومي. ننزل بالزبده كده، احنا قلنا نحطه مع بعض قد معلقه زيت. طبعا الزبده في الاكل بتخليها في حته تانية. الحته بتاعتي التالتة. بسم الله. كانت ستي بتقول حاجه وهي بتنزل حاجه كده، ايد ربنا قبل ايدي، حاجه تزيد ما تقولش. كده بعد ما شوحنا الفراخ اهو، بصوا البصل اختفى ازاي، كان كميه كتيره دبل خالص. تمام كده. الاكل زي ما قلت لكم بالطريقه دي، الناس اللي مش عامله دايت. الناس اللي عامله دايت، الناس اللي مش عامله دايت بقى هنضيف عليها ايه؟ مكعبات بطاطس بالطريقه دي. الناس اللي مش عايزه تدخل نشويات جسمها كتير ما تحطش بطاطس. شوحت الفراخ، نزلت الصوص بتاعها، ننزل بالثوم بس هنقلب تقلبتين وبعد كده خلاص هي اصلا دخلت في السوا. الثوم بيخلي ريحتها قمر. خلاص كده كل ده احنا عملناها واستوت اهي من غير من غير نقطه ميه. خلاص استوت. نضيف مع بعض معلقتين صلصه، الناس اللي مش حابه لا خلاص ما نضيفش. ننزل بقى بالتوابل.
لا اهي. لو كنا حطينا لها ميه كناش هنخليها تطلع الميه اللي فيها. كده منظر هتسمعيني وخلصت. بسم الله. عملنا كمان جنبها حبة ملوخية. المرة الجاية هقول لكم الملوخية طريقتها ازاي. ريحتها احنا مش قادرين نستنى. حاجة خفيفة وسهلة جدا. بحبكم قوي. باي.